أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن عملات صقر وقريش، طبعا العشر قروش والمليمات بتاعت صقر وقريش. واهم حاجة يا جماعة، الناس اللي بتسأل على البيع انا بسيب اماكن البيع بسيبها في الوصف ده اللي انت بتضغط على العنوان بتاع الفيديو بيفتح لك الوصف تحتي. هتلاقي كل اماكن البيع لو انت عايز تنزل تروح تبيع بنفسك. لو مش عايز تنزل تروح تبيع بنفسك، في جروبات على الفيس اسمها عملات معدنية قديمة للبيع والشراء. اكتب كده في البحث بتاع الفيسبوك هيظهر لك الجروبات دي، انضم معاهم. هتخش هتلاقي الناس بتنزل بوستات بصور العملات اللي معاها وطالبه السعر اللي هي عايزاه فيها، لان في الاول وفي الاخر دي الحاجه بتاعتك معاك انت، يعني انت اللي بتسعر. تمام، بس هي الاسعار على حسب السوق المصري، انت هتمشي وراهم، يعني محدش هيرضى ياخد منك بره السعر السوق المصري. تمام. المهم يعني، والمكسب بقى في عملات صقر القروش ديت، الناس بقى اللي بتاخدها تجارة وبزنس ليها، البيع فيها يكون يا جماعة عملات أنصر. أهم حاجة يكون عملة أنصر كأنها خارجة من البنك. ثانيا بتجمع مثلا مجموعة من العملات، مثلا وليكن 10 عملات 20 عملة، فاهم؟ فبتروح تبيعهم بيعملوا معاك ربح. اوكي، ولما تيجي تشتري من حد برضو تشتري بنفس الفكرة دي. تجمع تشتري منه 10 قطع او تشتري 20 قطعة مثلا، وتحاول تاخدهم مثلا وليكن ال10 قطع ولا 20 قطعة مثلا هيعملوا معاك ايه؟ بتاع 500 جنيه 700 جنيه، ده في السوق المصري، ملناش دعوه بالتسعير بتاع جمعيه الهواه اللي انا بجيبه. تمام. يعني لو هقول لك دلوقتي انت هتتعامل في السوق المصري، يبقى هتتعامل باسعار السوق المصري غصب عنك، ما انت مش في ايدك. تمام. المهم يعني، ده للناس اللي عايزه تاخدها تجاره، تشتري منه مثلا وليكن ال 20 قطعه ل 25 قطعه ب 500 جنيه مثلا، تروح تبيعهم مثلا ب 600 700 جنيه. تمام. بس تشتريهم في الحاله الانسب. شريتهم في الحاله الجيده ما اضمنش ان انت تعرف تبيعهم اصلا. اوكي. المهم يعني، خلونا قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وتكون معانا اول عمله النهارده العشر قروش بتاع صقر وقريش، اصدار سنه 72 وانتهى اصدارها سنه 1972. معموله من ماده النحاس والنيكل، بوزن 95.92 من 100 جرام، والقطر بتاعها 27 ملم. اما كمية السكة يا جماعة مش لاقيها. تمام. ومعظم العملات النهاردة انا مش لاقي كمية السكة بتاعتها. عامة يعني سعر الأنصر بتاعها طبقا لأسعار وتقييمات الجمعية، عشان ما أقولش السوق المصري ويرجع حد يختلف معايا. السعر للأنصر ب250 جنيه بواقع 8 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على تاني عملة معانا النهاردة، ال5 مليم بتاعت صقر قريش، إصدار سنة 1973 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1973. معمولة من مادة النحاس، بوزن 2 جرام، والقطر بتاعها 18 ملم، وكمية السك برضو زي ما أنا قلت لكم مش موجودة. سعر الأنصر ليها ب95 جنيه بواقع 3 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب30 جنيه بواقع 1 دولار. نخش على تالت عملة ال10 مليمات بتاعت صقر قريش، إصدار سنة 1973 وانتهى إصدارها سنة 1976. يعني في منها كتير جدا على السنين دي كلها، بس ما جيت دورت على كميات السكة حتى لسنة واحدة ما لقيتش. تمام. المهم يعني، معمولة من مادة النحاس، بوزن 3.2 من 10 جرام، والقطر بتاعها 21 ملم، وكميات السكة زي ما أنا قلتلكوا أنا مش لاقيها. المهم يعني، سعر الأنصر بتاعها ب125 جنيه بواقع 4 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب45 جنيه بواقع 1.5 دولار. نخش على رابع عملة القرشين صقر قريش، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة المادة بتاعتها البرونز على الألمونيوم. أوكي، البرونز على الألمونيوم. المهم يعني، الوزن 4.85 من 100 جرام، والقطر بتاعها 23 ملم. أما سعرها بقى، بس طبقا برضو يعني هي غالية جدا. تمام، ده بس طبقا اللهم صل بينا على النبي، للجمعية، عمال اقول لكم، للجمعية المعتمدة بتاعت الهواة جمع العملة. اوكي، مش السوق المصري. على فكرة الاسعار في السوق المصري مختلفة عن الاسعار في السوق العراقي، عن الاسعار اللي في السوق الكويتي او السوق السعودي في العملات. تمام، كل واحد على حسب العملة المحلية بتاعته. تمام. المهم يعني، سعر الانصر ب775 جنيه بواقع 4 دولار، بواقع قصدي 25 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب555 جنيه بواقع 18 دولار. والقطعة دي سعرها لسه هيزيد، هي اللي مطلوبة في السوق. تمام، من كل عملات صقر قريش. اوكي. ونخش بقى على خامس عملة معانا النهاردة، ال20 قرش أو الريال بتاع صقر قريش، إصدار سنة 1980 وانتهى إصدار سنة 1980. الوزن 10 جرام و5 من 100، 10 و5 من 100 جرام، والقطر 30 ملم، وكمية السك برضه طبعا مش لاقيها. بسعر الأنصر ب280 جنيه بواقع 9 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب185 جنيه بواقع 6 دولار.
نخش على الواحد مليم، إصدار سنة 1972 وانتهى إصداره سنة 1972. معمول من مادة الألمنيوم، على فكرة كله 99% من تكوينها كله ألمنيوم، يعني تتطبق بالإيد. المهم يعني وخفيفة جدا، الوزن بتاعها 65 من 100 جرام، يعني ما كملتش 1 جرام، خفيفة جدا على فكرة. قابلت واحد كان معاه العملة ديت وخفيفة جدا. القطر بتاعها 16.5 مليمتر، وعلى كمية السك طبعا مش موجودة. بسعر للأنصر ب125 جنيه بواقع $4، وسعر الحالة الجيدة ب60 جنيه بواقع $2. نخش على سابع عملة معانا النهاردة، ال5 مليمات بتاعت صقر قريش، برضو إصدار سنة 1972 وانتهى إصدارها سنة 1972. معمولة من مادة الألمنيوم بالكامل برضو. الوزن 1.5 جرام، خفيفة برضو. القطر 21.5 مليمتر. كمية السك هنا معروفة 16 مليون قطعة. تمام، معمولة طبعا كلها من الألمنيوم زي أنا بقولك. بسعر الأنصر ب95 جنيه بواقع $3، وسعر الحالة الجيدة ب30 جنيه بواقع $1. نخش بقى على ال10 مليمات، برضو من الألومنيوم على فكرة. إصدار سنة 72 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1972. معمولة زي ما أنا قلت لكم من مادة الألومنيوم، بوزن 1.76 من 100 جرام، والقطر 23.3 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 20 مليون قطعة. وبسعر يا جماعة للأنصر ال10 مليمات دي سعرها للأنصر ب200 جنيه بواقع $6.5، وسعر الحالة الجيدة ب95 جنيه بواقع $3. نخش على اخر عملة معانا النهاردة، ال5 قروش بتاع صقر قريش، اصدار سنة 1972 وانتهى الاصدار بتاعها سنة 1972. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.5 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر. بسعر للأنصر ب280 جنيه بواقع $9، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع $5. هتقولي انت جبت العملات دي ليه مع انها رخيصة جدا؟ هقولك العملات دي انا جبتها والله يعني تعريف برضو ايه للناس اللي معاها العملات دي، واقول لك اهو العملات دي لا تباع مفردة الا للناس الهواة، والعملة لازم تكون في حالة عالية جدا 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 من الحالات الانصر بتاعتها. اوكي، كل ما الحالة بتاعتها الانصر عالية، على فكرة في حالات في الانصر، اوكي، كل ما تكون الحالة بتاعتها الانصر عالية كأنها يعني بص لسه خارجة من المكنة بتاعت البنك دلوقتي، دي سعرها عالي جدا، تقدر تبيعها قطعة مفردة. لكن احنا في السوق المصري هنا كل الناس بتشتري بالعملات اللي هي ايه مجمعة، تاخد مثلا 15 قطعة 20 قطعة مع بعض، في ناس بتشتري بال100 قطعة. تمام، مثلا ممكن بيروح يشتري 100 قطعة والله في السوق المصري. على فكرة في العملات دي في السوق المصري ممكن القطعة الواحدة ما تسواش اكتر من 5 جنيه. عشان ابقى صريح معاك، انا الاسعار اللي بقول لك انا بجيبها عشان ابقى صريح معاك تبع يعني الناس اللي بره هي اللي بتقيم العملات دي في البلدان كلها، تبع المنظمه دي، تبع شركه NGC برضو، الشركه العالميه لتقييم العملات. تمام، فهو والله انا بقول لك الاسعار اللي هي ايه العامه بتاعت الشيء ده. لكن احنا في السوق المحلي عندنا في مصر هم بيرخصوا الحاجه، فغصب عننا هنضطر ايه نبيعها له. والله العظيم ما انت ليك حد بره او مسافر الامارات او بتاع يعرف يصرفها على الايباي او يبيعها لحد بره، اوكي، تعرف انت تبيعها للناس السياح الاجانب، تنزل مثلا شرم الشيخ، الغردقه، تنزل لا مؤاخذه مثلا في اسوان الاقصر، تقابل السياح تبيع لهم العمله ديت، فاهم، تعرف تتكلم انجليزي شويه، تعرف تبيع لهم العملات دي وتكون نضيفه وتكون متغلفه تغليف كويس. على فكره يشتروها منك وياخدوها كتذكار منك وهم ماشيين في بلادهم. يعني كذا مره نشوف حد مصري مثلا وهو راجع من بره بيجيب عملات كوينات او اي حاجه بيخليها عنده من تذكار من البلد اللي هو كان فيها. هما نفس الفكره برضو، كلنا بشر وكلنا الناس بنفكر بنفس الطريقه. اوكي، والله ما عجبكش الحوار ده كله، مش عايز تنزل وتلف وتجتهد عشان تعرف تبيع العملة بسعر عالي، عندك الجروبات وعندك الاماكن المحلات الشعبية اللي انت تنزل تبيع لهم العملة منها، تستفيد وتاخد قرش برضو ايه من العملة اللي معاك دي. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.